ايه؟ بس علي صوتها. لا لا احنا ايه النهارده الفترة هي دي اللي عم تتحط في درجة المشهورة. كل طالب في فريق أبطال الفترة هي دي الشرفة طالب شرفاء الجيش المصري الإطلاق عن طالب الفترة هي دي 25 بطل 22 بطل من الفترة هي دي وأربع بطل من الفترة السوفيو ثلاث بطل أبطال أحمد شمال ورايد تامر بس ضابط الدكتور جديد القدرية عمل ولوك لكن الحرب في أي سيف القوات الجوية بالجبل الأحمر عرفت دلوقتي على أبطال الجيش المصري. المصري محمد فهمي سلاح البطولة الرياضي بطل العالم في المصارعة. لازم أول مصطفى عبد الجليل سلاح المدرعات. المقدم خالد الكوي سلاح الأسلحة والتسليح. بطل الطاقة المصرية قائد فرقة الكيلو 3 ساعات كافة الإرهاب الدولي محمد نصير. بطل العالم في المصارعة سلاح المدرعات. حسين سعد سلاح الطاقة. ضابط مهندس محمد عمر اللي كان عامل اختراع في الخرسانة المقاومة للأسلحة النووية ضمن التدريب وحطها على الإسراء والتفكير قبل القبض عليه على طول. ولكن 111 مدرع ثالث الميداني وصل المنصورة المدرس الأول محمد الشلفي في المنصورة الليلة هنا في محافظتها محمد الحارث عنده 23 سنة سلاح المدرعات في المنطقة الغربية العسكرية محمد مصاب بارتجاع في مريض القلب مصاب مضيع على الرئة ومصاب بضغط ومصاب محمد حارث فترة بقاله 6 شهور دلوقتي في الحرب مش عاملة السيارة في الحرب أكتر. محمد لما تحول الكاس عليه مستشفى الشمال العسكري وهي منظمة سريعة معارف رفعت عليه كاس الحرب بس محمد كبيرة بقوة الحرب. محمد عبد القادر هو الخاصة بالإطلاع إبراهيم الجعفري المنطقة الجنوبية العسكرية سلاح المدرعات. أحمد الخوي سلاح الحرب الاستثنائي. أحمد رشاد المنطقة الجنوبية العسكرية سلاح المدرعات. الرائد فؤاد كسوي مخابرات الحربية. أحمد رشاد سانتو سلاح المدرعات. ضابط مهندس أحمد سليم ضابط ضمان يوم 8 أبريل للثوار الساعة 12 قبل الهجوم على طول. محمود سامي الدير سلاح المدرعات. مقدم إياد إمام اللي كان متهم بقيادة المجموعة وأكبره سنا كان عامل اختراع في تطوير المدفع بتاعه تم تكريمه من أوكرانيا ومن أمريكا قبل القبض عليه. فرد 7 طيران مقدم هاني شرف سلاح الطيران. بطل الولايات المامي عبد العزيز سلاح الحرب الإلكترونية من أول الضباط الثواري والسوداني. محمد جمال أبو زيد مسؤول مستقبل ودي سلاح الطيران. نصيب إبراهيم الشرع سلاح الدفاع الجوي. الرائد الطيار حسن عبد الحميد كان تم تكريمه في اختراع لبس الطيارة لبس 16 اللي كان مسؤول عنها قبل القبض عليه على طول. دي لوحة شرف الجيش المصري. دي لوحة أبطال القوات المسلحة رجالة اللي كانوا بيستعمل مصري فاز بخارج الشعب المصري رفضوا ان هم يطلقوا الرصاص على المسلمين. نفذوا هذا الرشوة الحرية السود. الحرية السود 8 أبريل. نفذوا إيه بس حد كده شريك طول ما الناس موجودة جوه السجن. نفذوا دلوقتي عدى سنة كاملة من 8/4 مقدرة المسلمين اللي كانت موجودة في التحرير والناس جوه السجن الحربي دلوقتي. تم تنفيذهم 4 أفراد مواليد جوه السجن الحربي. فكروا في القضية إنهم حاولوا يعملوا اعتصام مؤثرة بدري جوه السجن الحربي. كل ما الناس تحط عليهم المطالبة. للأسف احنا نازلين نوعي الناس دلوقتي ونقول لهم ايوه دول ضباط 8 ابريل انتوا ما تعرفوش عنهم حاجه يتفرض عليهم حظر اعلامي اللي اتمنع اي حد يتكلم عن ضباط 8 ابريل عايزين نكسر الحظر ده نديله الحريه لابطال الجيش المصري ونطلب حريه فوريه بصوره ثوريه المصريين. كل ضباط 8 ابريل